لا بقى، ده احنا هنتخانق وهنجيب ناس تتخانق وعاركني. وقف حضرتك بقى دلوقتي انا وانت علشان هنشد في بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم احبابي واصدقائي. برحب بكم اشرف المصري، وما تنساش الصلاه والسلام على الرسول الكريم، تعمل لنا لايك واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. كان المفروض ننزل كل اسبوع افضل تشكيله موجوده داخل الدوري المصري، ولكن بما ان الجوله الاولى والثانيه كانوا قريبين من بعض وكان داخل علينا توقف دولي، فقلنا خلينا ناخد الاولى والثانيه كده مع بعض. ايوه، انا بقى بحب الفيديوهات دي اللي فيها مشاكسه وفيها خد وهات. وتعالى بقى انا وانت نتكلم مع بعضنا. تعالى بقى النهارده هنقول افضل تشكيله داخل الدوري المصري، افضل 11 لاعب موجود في الجوله الاولى والثانيه من كل الفرق كده مع بعض. مش كده وبس، كمان هناخد تشكيله ثانيه احتياطيه برضو مكونه من 11 لاعب في كل مركز موجود. لكن ما تنساش في الاول وفي الاخر ان دي التشكيله اللي انا اخترتها، ممكن تكون بناء على ارقام، ممكن تكون بناء على ان انا شفت اللاعب ده يستاهل ان هو يكون موجود او غيره من الحاجات اللي انا شايفها. وانت كمان اكيد ليك تشكيله تقدر تسيبها لنا في الكومنتات تحت زي ما انت عايز، براحتك خالص، وهنتناقش انا وانت مع بعض. كمان مش هنكتفي بالتشكيله الافضل بس، لا كمان افضل مدرب، وكمان افضل نادي، وافضل لاعب في الجولتين. كمان الصفقه الاقوى اللي كانت موجوده داخل الدوري المصري في الجولتين، وشكلها كده هتكون صفقه مؤثره. وتعالى بقى ناخد على النقيض الناحيه الثانيه، اسوأ لاعب في الجولتين، وكمان عندك اسوأ محترف جه، او اللي كان متوقع ان هو ممكن يكون حاجه كبيره ولكن للاسف ادى بشكل سيء. خلينا بقى نسيبنا من الهري ده كله، وتعالى انا وانت نتخانق. هم دقائق بسيطه وهنحط التشكيلات ونحط كل حاجه. التشكيله الاولى اللي هتكون معانا في حراسه المرمى بشكل اساسي بالنسبه لي في اول جولتين هو محمود شعبان. محمود شعبان هو حارس مرمى طلائع الجيش، والراجل ادى ماتشات 10 على 10 في حين ان هو استقبل اهداف، ولكن الراجل ده عمل ماتشين ممتازين جدا جدا. خلي بالك هو اكتر حارس مرمى تصدى لتصديات خطره جدا، عامل 10 تصديات منهم 8 من جوه منطقه ال 18 و2 من خارج المنطقه. اي نعم هو استقبل اهداف، وانا عارف انت هتقول لي ايه تحت في الكومنتات، الشناوي فين، عواد فين، الناس دي كلها فين، كل دول يستحقوا ان هم يكونوا موجودين. ولكن انا بقول من وجهه نظري من اللي انا شفته في الجوله الاولى والثانيه، محمود شعبان يستحق يكون موجود في الافضل. تعال نجري كده على طول بقى ونروح لخط الدفاع. خط الدفاع من وجهه نظري فيه اسامي كتير جدا 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 ممكن تبقى موجوده، لان فعلا الفرقه كلها كانت بتلعب بشكل جيد، اللهم الا فرقه ولا اتنين. ولكن من وجهه نظري الافضل في الناحيه الدفاعيه كان موجود حسام عبد المجيد، اللي ادى بشكل ثابت في الماتش الاول والثاني، ويستحق ان هو يكون موجود كلاعب اساسي في التشكيله الاساسيه. اللاعب الثاني اللي ممكن تكون بعض الارقام مش انصفته بشكل كبير، ولكن اعتقد الناس كلها شافته بشكل جيد، وانا سميته هو والمدافع اللي جنبه بشوات الدفاع، وهو مصطفى العش. مصطفى العش لاعب زد بيأدي بشكل ثابت، لاعب ممتاز جدا، بيلعب برجله الشمال، لاعب في الناحيه الدفاعيه قوي. خلي بالك اساسا كان باك شمال، ولكن قادر ان هو يكون موجود في المكان ده بقاله سنه واتنين مع نادي زد. لو رحنا بقى على الباك اليمين، للاسف احنا ما عندناش باكات يمين برزت بشكل كبير قوي الموسم ده، او في اول لقاءين بالاخص، اللهم الا عمر كمال عبد الواحد. وانا عارف هتقول لي ده لعب لقاء واحد بس، ولكن عمر كمال عبد الواحد في اللقاء ده عمل ارقام خزعبليه حرفيا في اللقاء اللي لعبه. تقدر تقول ان هو اكتر باك يمين لمس كورات في ماتش واحد. خلي بالك يعني مجموع اللمسات اللي لمسها في الماتش ده قد مجموع اللمسات اللي لمسها باقي اللعيبه اللي موجودين في المكان ده في الماتشين. مش كده وبس، عنده ارقام تانية زي ان هو عمل اسيست وارقام كتير جدا موجوده. لكن من وجهه نظري عمر كمال عبد الواحد هو الافضل باك يمين موجود اول الجولتين. في الباك الشمال اعتقد من وجهه نظري ما كانش فيه افضل من عمرو السعداوي، اللي كان موجود داخل الفريق المصري، اللي لعب هو كمان ماتشين 10 على 10. نقول له شابوه يا سعداوي، وان شاء الله باذن الله كمان اللي جاي يكون افضل. نروح بقى للمدعكه حرفيا في نص الملعب، لان لعيبه كتير برضو برزت في نص الملعب وكانوا ظاهرين بشكل كبير جدا في نص الملعب، ولكن انا اخترت ثلاثه من وجهه نظري. اللاعب الاول هو محمود صابر، اللي ادى بشكل ممتاز مع فرقه سموحه سواء كان في اللقاء الاولاني او اللقاء الثاني، ويستحق ان هو يكون موجود. اللاعب الثاني هو محمود حماده، اللي ادى ماتش اول 10 على 10، والماتش الثاني كان مادي يمكن يكون بشكل اقل شويه، ولكن يظل في المركز ده ادى بشكل منفرد داخل الدوري المصري. لو رحنا بقى للاعب الثالث اللي يستحق يكون موجود امامهم، خلي بالك هيكون مفاجاه، وهو اللاعب راشد المتولي، لاعب فريق بتروجيت. وبتروجيت مقدم الموسم ده ماتشين، اي نعم تعادل فيهم، ولكن مأدي بشكل ممتاز ويستحق ان هو يكون موجود. راشد المتولي، تذكر الاسم لان الواد ده هيروح في حته ثانيه. نروح بقى للثلاثه اللي موجودين في الخط الهجومي، يعني بدون تفكير بدون اي حاجه خالص. عندنا طاهر باشا، طاهر محمد طاهر، اللي موجود كوينج يمين. الراجل ادى بشكل فوق الممتاز في الماتش الاول والماتش الثاني، مساهم بثلاث اهداف سواء كان سجل هدفين او صنع هدف، فيستحق بكل الاشكال ان هو يكون موجود كجناح يمين موجود معانا داخل اول جولتين. في الجناح الشمال مفيش اسماء كتير برزت، يعني كنت اتوقع يكون ابراهيم عادل ولاعيبه كتير تكون موجوده في ناحيه الشمال، ولكن زلاكا كان افضلهم. زلاكا يستحق ان هو ينضم لمنتخب مصر اكيد بشكل كبير، وكمان الراجل يعتبر هو اللي كان ماسك نفسه في الجولتين الاولى والثانيه بشكل افضل بكتير من اي حد كان قريب منه. الناحيه الهجوميه بصراحه برضه مفيش الاسم اللي برز في اللقاءين اللي موجودين داخل الدوري المصري على نفس المستوى. يعني كان عندنا وسام، كان عندنا بن حموده، كان عندنا ناصر منسي، برضه كل اللعيبه دي سجلت هدفين، وكمان فخر اللقاي، ولاعيبه كتير كانت تستحق انها تكون موجوده. ولكن يعني واحد فيهم ادى في الماتش الاول حلو، الماتش الثاني حلو، واحد فيهم ادى هنا شويه وهنا شويه. ولكن من وجهه نظري طالما اللعيبه كلها ممكن تكون
اقرب لبعض، فانا اختار وسام ابو علي لانه بصراحه هو كان الافضل بالنسبه لي خاصه في الجوله الاولى، وده ممكن يعوض شويه اللي حصل معاه في الجوله الثانيه. اذا دي التشكيله اللي انا اخترتها كتشكيله اساسيه، ما تنساش ده من وجهه نظري انا، اكيد انت وجهه نظرك ممكن تكون افضل بكتير، ممكن تختار لعيبه ثانيه. تعال بقى نروح للتشكيله الثانيه وهي التشكيله الاحتياطيه للتشكيله الاساسيه. هختار مين في حراسه المرمى وباقي اللعيبه لان برضه هيكون في مفاجات. لو رحنا لحراسه المرمى في التشكيله الاحتياطيه فانا هفاجئك لان هختار جنش ايوه، حارس مودرن والزمالك السابق. الراجل ده عامل يعني بدايه الموسم ده عاملها بشكل جيد، وهو كمان عامل 9 تصديات، يعني اقل من محمود شعبان حارس طلائع بتصدي واحد. عندنا حراس ثانيه قدمت بشكل كويس سواء كان محمد شناوي او كمان المهدي سليمان اللي ما دخلش فيه ولا هدف، ولكن ما تعرضش لحاجات كتير جدا، ولاعيبه كتير كانت موجوده او حراس كتير يقدروا ان هم يكونوا موجودين، ولكن انا اخترت جنش. الاثنين الموجودين في ناحيه الدفاع بقى في التشكيله الاحتياطيه، اول واحد فيهم لازم يكون مفاجاه وهو كريم العراقي. كريم العراقي لاعب نادي المصري، الباشا ده او الباشمهندس ده او الاستاذ ده ادى بشكل ممتاز وهو بيلعب في مركز غير مركزه. كابتن علي ماهر استغل كريم العراقي يكون موجود كلاعب مدافع جنب باهر المحمدي، والاثنين ادوا بشكل ممتاز والاثنين يستحقوا يكونوا موجودين. ولكن انا من وجهه نظري كريم العراقي عمل شكل استثنائي في الناحيه الدفاعيه، بالاخص ان هو اساسا باك يمين، ولكن كمان ادى بشكل فوق الممتاز في الناحيه ديت، سواء كان في التكمله او في البساط او في الحاجات اللي كان بيعملها. بسم الله ما شاء الله عليه، يستحق يكون موجود. وجنب كريم العراقي في لعيبه كتير تستحق برضه تكون موجوده، انا بكرر مره واثنين وثلاثه، ولكن من وجهه نظري لاعب الاتحاد محمود شبانه حرفيا كان شايل دفاع نادي الاتحاد في الماتش الاول والثاني، سواء كان هو محمود متولي او هو وعبد الله البكري، ولكن كان شايل الدفاع حرفيا في الماتشين، وكان قادر ان هو يطلع باثنين كلين شيت. الراجل ادى ماتش 10 على 10 سواء اولاني او ثاني. لو رحنا للباك اليمين فاحنا اتفقنا مفيش لعيبه كتير برزت في الباك اليمين، نفس الكلام خلي بالك في الباك الشمال، ولكن في الباك اليمين انا اخترت محمد شعبان لاعب مودرن سبورت، يعني يمكن يكون هو الاقرب في المكان ده يكون موجود او ادى بشكل كويس سواء كان في اللقاء الاول او اللقاء الثاني. ولو رحنا للباك الشمال ينطبق عليها نفس الكلام اللي احنا قلناه على الباك اليمين، ولكن من وجهه نظري انا هختار مروان داوود. اللي ما يعرفش مروان داوود فهو لاعب انبي السابق واللي بيلعب حاليا في الاتحاد السكندري، ادى بشكل كويس، وخلي بالك كان انضم في فتره من الفترات مع كروش لمنتخب مصر. اتمنى ليه التوفيق بشكل شخصي، بالاخص ان هو قعد اصابه طويله كبيره جدا، ولكن الحمد لله ان هو رجع ومؤدي بشكل كويس ناحيه الباك الشمال. نروح بقى لنص الملعب، فعندنا 3 في نص الملعب، يعني اعتقد برضو ما فيش غيرهم ان هم ينفعوا يكونوا موجودين في التشكيله الاحتياطيه، اولهم مروان عطيه. ونروح للاعب الثاني بقى اللي موجود جنبه، اكيد هيكون قطه اللي لعب الماتش الثاني فقط لا غير مع نادي بيراميدز، وقدر يسجل هدفين وخد اعلى تقييم تقريبا موجود داخل الجوله الثانيه. وكمان نروح للاعب اللي جنبه هو ناصر ماهر، وناصر ماهر هو كمان ما لعبش غير اللقاء الاولاني، ما لعبش اللقاء الثاني بتاع نادي الزمالك، ولكن كان في اللقاء الاولاني مؤدي بشكل ممتاز ويستحق بالاداء اللي اداه على الاقل ان هو يكون موجود في التشكيله الاحتياطيه. الثلاثه برضو اللي في ناحيه الامام يعني هيكون في برضو حوار داير ما بيننا وبين بعض، لان انا اخترت الجناح الشمالي اللي موجود داخل التشكيله دي هيكون بدر موسى. مين بدر موسى؟ بدر موسى هو لاعب فريق بتروجيت، فلازم تحط عينك على فريق بتروجيت لان حاليا في لعيبه فيهم هتكون موجوده في التشكيلات الفتره اللي جايه. لاعب ادى بشكل هو كمان ممتاز سواء كان اللقاء اللي فات او اللقاء اللي قبله، وبالاخص اللقاء الاخير اللي سجل فيه هدف. اللاعب الثاني اللي هيتحط وهحطه انا مضطر واسف ان انا هحطه ناحيه اليمين، وهو هيكون عبد الكبير الوادي اللي ادى بشكل كويس، وهو اكتر لاعب صنع 6 صناعات للاهداف محققه، ولكن للاسف يعني لم يتم استغلالها كلها. وفي الامام واخر لاعب معانا هو بن حموده، اللاعب التونسي اللي بيلعب في المحله وكان نجم الترجي السابق اللي انا اتوقع ليه انفجار. بصراحه انا اتفاجئت بوجوده في نادي المحله. دول كده التشكيلتين اللي انا اخترتهم من وجهه نظري. اكيد انت ليك تشكيله مختلفه واكيد انا بحترمها، واتمنى منك كمان تحترم التشكيله اللي انا اخترتها. تعال بقى نروح للافضل داخل الدوري المصري. افضل لاعب كان موجود اكيد هو محمد طاهر، بدون اي كلام بدون اي شك، بدون ما نطول في الكلام اكتر من كده. وتعالى برضو نروح للصفقه الانجح، اكيد برضو بدون اي كلام هيكون محمد علي بن حموده لاعب المحله اللي انا لسه متكلم عنه. وتعالى نروح للمدرب الافضل داخل الدوري المصري. بصراحه في مدربين كتير برزوا في الدور الاولاني والثاني، سواء كان كابتن سيد عيد فريق بتروجيت، سواء كان الكابتن علي ماهر واكتر من مدرب تاني، ولكن عندنا كولر وعندنا جوميز وعندنا بابا فاسيليو، وانا اديها لبابا فاسيليو. اما بقى لو رحنا للصفقه الافشل اللي موجوده داخل الدوري المصري فعد ولا حرج. خلي بالك انا بتكلم عن اول جولتين، مش بتكلم بشكل عام على الدوري بشكل كبير خالص، انا بتكلم على اول جولتين فقط لا غير. ممكن تحط اسامي كتير زي يوسف ايمن لاعب الاهلي او عمر فرج او مشلاك، لعيبه كتير ممكن تحطها في القائمه دي، ولكن انا من وجهه نظري لو هختار واحد هديله افشل صفقه تم انتقالها وانا كنت متوقع عليها انها تعمل انفجار كبير، اكيد هيكون زهير المترجي لاعب الوداد السابق وفاركو الحالي، لان كنت اتوقع ليه ان هو هيعمل انفجار داخل الدوري المصري مع فريق فاركو. طب انا ليه ما اخترتش يوسف ايمن؟ لان انا كنت حاسس ان زهير المترجي يعني الصفقه الاكبر، يعني يوسف ايمن كده كده كان بيتقال عليه كلام انه ممكن ما يكونش الصفقه الافضل داخل النادي الاهلي، ولكن زهير كان بيتقال عليه ان هو هيعمل حاجات كتير مع
فريق فاركو، ولكن ادى بشكل بصراحه يعني سيء جدا. لو رحت للفريق الاسوأ، فالفريق الاسوأ هو برضه فيه المدرب الاسوأ. الفريق الاسوأ هو حرس الحدود، واكيد المدرب الاسوأ هو كابتن محمد يوسف اللي خسر ماتشين وادى بشكل سيء جدا جدا جدا. كابتن محمد يوسف وفريق حرس الحدود في اسامي وفي لعيبه تقدر ترجع لفرقه حرس الحدود وتشوف الاسامي اللي فيها، لا تستحق تكون موجوده في مكانه تانية خالص. وبكده احنا وصلنا لنهايه الخناقه بيننا وبين بعض. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى تحط كومنت وتحط لايك للفيديو ده، اكون شاكر جدا جدا ليه. وكمان ما تنساش الصلاه والسلام على رسول الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.